خطوة أخيرة، خطوة أخيرة تفصلنا عن بطولة الدوري الممتاز. نقطة واحدة بس الزمالك يكسبها في ماتش سيراميكا ياخد الدوري رسميا. خلاص خلصت، نقطة واحدة. ماتش سيراميكا اللي كمان 20 يوم، يعني هنلاعب اتحاد العاصمة في الجزائر وهنرجع نلعبه هنا في القاهرة. بعون الله نكسب البطولة، نخلص ماتش اتحاد العاصمة نروح نلعب سيراميكا كليوباترا. بإذن الله نكسب البطولتين ورا بعض، الكونفدراليه نطلع بعدها على سيراميكا، الدوري باذن الله البطولتين في 100 عقبه. نقطه واحده تفصل الزمالك عن الفوز بالدوري. الزمالك وقع على البنا، لكن بتزيرة والدباغ بيقربوا الملكي من الدوري اكتر واكتر. سموحه حرفيا لعبوا اقوى ماتش ليهم في مرحله الحسم، وما تفهمش كانهم بياخدوا لقب الدوري. الزمالك في الشوط الاول كان غايب عنه الحلول كلها بسبب غياب بتزيرة اللي كان قاعد بسبب الاصابه، ولما الزمالك احتاجه في الشوط الثاني نزل بمنتهى الفدائيه وعمل اسيست عالمي للدباغ اللي جاب بيهم الثلاث نقط. وبعد كده خرج لقطه ما شفناهاش من ولاد النادي، ومستحيل تقول ان ده لاعب اجنبي، ده واحد تحسه معجون بميه الزمالك. يا رب يكون بسيط علشان يلحق الماتش بتاع الكونفدراليه في الجزائر يوم السبت، لكن عايز اقول لك ان الموضوع غالبا هيكون صعب كده. ما فاضلش غير نقطه واحده بس للزمالك اللي هو محتاجها علشان ياخد بيها لقب الدوري، ونقول اهلا بالدوري في 100 عقب. امام عاشور، اصابه امام عاشور النهارده في مباراه انبي، انت تشوفها تقول عليها رباط صليبي. انا شفتها اقسم بالله قلت دي رباط صليبي مليون في الميه. شكلها يبان انه رباط صليبي، بس لغايه دلوقتي طبعا ولا في اشعه طلعت ولا في اي تشخيص طلع. بس انت تشوف الوقعه تقول انها رباط صليبي، وباذن الله ما تكونش رباط صليبي خالص باذن الله، لان امام عاشور مش محتاجينه مع النادي الاهلي في الوقت الحالي. انت داخل على كاس عالم مع منتخب مصر، فبنسبه كبيره لو امام عاشور الاصابه اللي عنده دي كانت رباط صليبي، بنسبه كبيره بنسبه 100% امام عاشور خارج بطوله كاس العالم مع المنتخب الوطني. حد يلحقني يا جماعه، حد يلحقني يا جماعه، خلاص خلاص. عاوزين ايه تاني؟ جايين تفوق دلوقتي، جايين تفوق. ايه حكايه التلاتات معاكم؟ يعني من امتى؟ من امتى كنا بنكسب ما احنا كنا ماشيه معانا بالعافيه؟ هو انتوا في ايه يالا انت وهو يالا؟ انتوا في ايه جايين تفوقوا؟ ما خلاص الدوري راح، الدوري راح يا انشراح، الدوري راح يا انشراح، وخلاص راح لابو الاغرام. ابو الاغرام ناقص له نقطة وانا جات لي النقطة خلاص. حيرتني معاك، بس انا على الحلوة والمرة معاك برضه، على الحلوة والمرة معاك يا اهلي. تعبت يا جماعة، تعبت يا نهار اسود. نكسب الماتش اللي فات الزمالك 3، هناخد كمان 3. ما بقينا التالت الدوري خلاص، يعني احنا بقينا نكسب بالتلاتات وبقينا تالت الدوري. فيها شحات، في ايه يابا؟ ايه يا اسطى المزيكا ده؟ ايه يا اسطى؟ جون ماركة حسين الشحات، جون ماركة يا اسطى. انت مش انت الشحات، احنا الشحاتين ماشي. نادي الزمالك بقى اخوان بزيرة، اخوان بزيرة ده هيتعمل له تمثال، يعني هيسموا الشارع اللي قصاد نادي الزمالك بزيرة. بزيرة نزل عمل الجون، جاب عدي الدباغ خرج مصاب. الدوري ده لو اتجاب هيتجاب لاخوان بزيرة تمام. بس انا هتكلم على ماتش الزمالك في فيديو تاني. بس انا رسالتي لعيبه الاهلي، انتوا ايه يا رجاله؟ في ايه؟ في ايه انتوا جايين تفوقوا لي دلوقتي؟ الزمالك وموحه يا موحه حبيب قلبي، انت خسران من الدوري كله، ما جاتش على قربك. شيكو بيز واخوان بزيرة نزلوا، حاسس ان في جون جاي لينا ولا علينا مش عارف. عملها الفدائي. لا يا جدعان، لا الزمالك متقدم يا انت. انا كنت متاكد مع اني كنت شاك. ما لحقناش نفرع، استنوا بزيرة تصاب ليه؟ طمنا على الخلفيه، ده الواد اللي حيلتنا. كل سموحه بس عدت على خير، يا رب كملها ستر. الزمالك حبيب قلبك كسبان 1-0، فوق يا لحمه وغير الدوري. انتهت خلاص مباريات الجولة اللي قبل الأخيرة في الدوري المصري، وفاز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة على إنبي، وتعادل بيراميدز وسيراميكا، وفوز الزمالك على سموحة، وقدر يهرب باللقاء بهدف عدي الدباغ، ولكن يتأجل حسم الدوري إلى نهاية الدوري في آخر جولة. والنادي الأهلي يحتاج إلى مساعدة من ابنه علي ماهر. علي ماهر إن شاء الله بإذن الله هيخسر الزمالك بأمر الله فيها إن شاء الله، ولسه الدوري ما راحش، وان شاء الله الدوري راجع لبيته مره تانية باذن الله. نتفائل خير ما دام بيراميدز اتعادل النهارده باذن الله فيها. والله سموحه عملت مباراه كبيره، وسموحه تقدر توقع بيراميدز ان شاء الله بتعادل ولا حاجه، ويا رب نقول يا رب ان شاء الله خير ونتفائل خير، وان شاء الله الدوري يرجع لمكانه الطبيعي ويرجع الجزيره ان شاء الله. ما تنساش اللايك والفولو، والسلام عليكم. انا بس عايزه اقول حاجه بجد والله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل في محمود ابو الوفا ده بجد والله العظيم. يا عم انا وحش، كنت اديني حقي، كان زماني دلوقتي 52 نقطة
وفرق بيني وبين الزمالك نقطه واحده. حسبي الله ونعم الوكيل فيك اقسم بالله. تعالى نكسب الدوري. الزمالك محتاج بس يتفادى الهزيمه قدام سيراميكا ونحسم الدوري. هنلعب على فرصتين، الفوز او التعادل، بس طبعا هنلعب على ايه؟ على الفوز عشان ما نموتش، عشان ما نروحش المستشفيات. مش هعلق على الاداء، كل اللي انا عايز اقوله ان المنافس بتاعك اداك هديه من ذهب، تتعادل الماتش الجاي تاخد نقطه تكسب الدوري. طبعا مش هننزل على التعادل، هننزل على المكسب، ولكن هديه من المنافس بتاعك على الدوري نادي بيراميدز. تعادل النهارده مع سيراميكا نقطه تبقى بطل الدوري. استرجلوا، خدوا الكونفدراليه، ارجعوا خدوا الدوري، نقطه واحده بس من سيراميكا تخليكوا ابطال الدوري.